الآن عدنا لكم في معرض الزهور الثالث عشر في مدينة كلباء، والتقينا بهذا الشاب الجميل في هذا الركن. كيف حالك أستاذ؟ حياك الله، أهلا وسهلا. مساك الله بالخير. الله يحييك. أنا اسمي طارق من شركة الحلول المتقدمة الزراعية. الحلول المتقدمة. الحلول المتقدمة، وإن شاء الله نسأل الله أنها تكون كبير يعني الحلول المتقدمة. طبعا نسأل الله أنها تكون متقدمة دائما يعني والله بخدمة المزارعين. شوفتكم وهذا بتكون الله يبارك فيك. إحنا شركة وطنية مقرها بدبي. حلو. إحنا لنا بنورد الأسمدة بشكل عام المتخصصة والعضوية. بنوردها لبلدية كلباء وبلدية الشارقة وعدد من البلديات في أبو ظبي ودبي. جميل. عندنا يعني نحكي فئة واسعة من الأسمدة المتخصصة للاستخدام المنزلي، مثل هاي الأسمدة، هاي الأشياء المنزلية العضوية. يعني جمهوركم أحد الجمهور؟ احنا جمهورنا نعم يعني أقولك يا أخي كأنها مثل حبات الفواكه. أنت هو بالضبط جوعتنا فيها. لا حاضرين، أبشر هسه الحين نطعميك فواكه. لا شوفتكم هي تكفي، لكن أقول الألوان تشد يعني. طبعا هو الألوان جذابة يعني. نعم، هي هاي الفئة المستهدفة يعني الاستخدام المنزلي. بتكون يعني الواحد الباكجينج صراحة المهم، واللي بهمك الكواليتي تاعت المنتج نفسه. الباكجينج عجيب. وفي عندك هاي هذا شو هذه أسمدة حلاوة؟ شو هذا؟ لا هاي أسمدة. هذه أسمدة محببة. مثلا هذا الهيوميك أسيد المحبب. هذا التربة بتاخذ وقت لامتصاصه، يعني بتوزعه انت لما تدير منه هذا على النبتة. لونج لاستنج، طويل الاجل. بالضبط. في عكس السائل وبعكس بالضبط. في عندنا منتجات الباودر اللي هي البودرة، هاي المباشرة. يعني خلينا نقول مركز. هذا مركز. نعم هذا مركز. في عندنا هاي الاشياء السائله. بتيجي عبوات النصف لتر متخصصه. في عندك اشياء للطماطم. في عندك اشياء للاحماض الامينيه. في عندك اشياء للحمضيات، هاي متخصصه ترى بقول وقتها عصير ليمون. هذا ما هو بالضبط. احنا الناس يجوا هون يسالونا انه هذا لو نديره يطلع لنا فراوله ولا شو؟ يطلع لنا هذا طماطم. اي طماطم. يطلع لنا طماطم بالارض. نقول لهم لا، هذا اذا انت زارع طماطم يطلع لك، يساعد لك في نمو. يعني هذا الحين تحفه ولا نستخدمه؟ والله زي ما بدك تاخذه تحطه عندك في البيت العرض بتشغله. جميل. الله يبارك فيك. وفي عندنا هذه الأسمدة هاي للبق والحشرات، بس هاي أسمدة عضوية يعني. هاي لو ترش. شو سميتوها؟ مستر شو؟ هذا مستر جنك. هو هذا احنا هاي مستوردة من ماليزيا. احنا هاي بنجيبها حصريا من جنك. يعني شو عن جنك؟ هذا البراند وهو هذا يعني للدود اللي بيطلع لك بالفواكه. وهذا يعني الافضل فيه انه امن الاستخدام. هذا تقدر ترش على عضوي 100%. ترشه وما تغسلش كمان، فهمت كيف؟ ما ياثرش. وعلى اي منتج يحط؟ يفضل على الزهور، الفواكه، بعض انواع الفواكه. بس زي ما قلت لك هاي الاشياء هذا مش مركز، هذا مخفف بالمي. فهذا شغل استخدام منزلي، مش شغل استخدام للمزارع. طبيعي. هسه في للمزارع احنا عاده بنورد لهم الاشياء التنكات ال1000 لتر. وهذا شو؟ هاي الاسمده شوي متخصصه نحكي. عندك هذا اللي هو سماد الدود، هذا مستخرج من بقايا الدود، عضوي 100%. فهمت كيف؟ هذا بيحسن الاداء الجذور، تمددها بالتربه. وفي منه التعبئه، هذا اللي بحب يستخدمه في المنزل لاستخدامه المنزل. خلينا نشوف الاسم شو. هذا اسمه الفيرميتي. نعم فيرميتي. واهم شيء انه برودكت اوف UAE. هذا مصنع هون 100% على شركتنا. شرف يعني وفخر. منتجات وطنيه يعني 100%. ليش سموه شاي يعني تي؟ فيرميتي اللي هو يعني زي شاي التربه نقول. شاي التربه. بس هو يعني هذا تسقي الشوربه شاي. بالضبط. بس هذا هو الفيرمي، هي من الدوده، هو من البقايا الدوده، وهو زي يعني البراند نيم نحكي او العلامه التجاريه المسجله لنا. كل المنتجات مسجله. العلب الغريبه العجيبه هذه العلب هذه. في عندك علبه للبي اتش بتهم كثير في دوله الامارات، تعرف عشان عندك التربه هاي بتعمل لك بالانس بالبي اتش. اذا البي اتش عندك نازل بترفع. صحيح كيف؟ صحيح. وفي عندك هذا السماد، هذا ماده ناشره، هذا بيساعد بتوفير الكميات المياه، عشان هذا بيعمل نشر للسماد. انت لما تستخدم اي نوع من الاسمده بالتربه، القدره الامتصاصيه للتربه بتكون محدوده. هذه الماده تساعد لانتشار الاسمده والمياه في جميع مناطق التربه والجذور. منشط كان. منشط. احنا هاي الاشياء الحين جبناها، وفي عندنا يعني منتجات واسعه. والله جميل جدا. وهذا شو بعد؟ هذا الكومبوست. هذا الكومبوست الطبيعي، هذا مخلفات النباتات. يعملوا لها تخمير. نعم. وهذا مخلفات نباتات لا تستخدم مباشرة التربة، بس هاي كلها من بقايا النباتات. يعني بقايا نباتات الأوراق ولا الجذور؟ بقايا الأوراق والجذور عفوا. هو هذا الميكس فيرت، هو هذا بقايا النباتات الطبيعية. هذا الكومبوست الطبيعي اللي هو البقايا برضه الدود الموجود بالتربة. بعد تخميره بعد هذا بالتم معقم طبعا معقم 100%. معالج حراريا. معالج حراريا. وبرضه يعني بكل فخر هو منتجات كلها يعني
UAE. والله صنع هنا هذا قيمه مضافه طبعا قيمه مضافه، والحمد لله يعني ان شاء الله الامور في تقدم. الشغل كله عضوي هسه بالنسبه للمعظم نحكي يعني 50% او 60% من منتجاتنا عضويه، خصوصا اللي بدها تدخل بالاستخدام المباشر للفواكه للخضروات. هسه عندنا قطاع اخر اللي هو الاسمده الكيماويه، هي معظم استخدامها بيكون في ملاعب الجولف مثلا للعشب زي هيك، يعني ما يؤكل يعني ما يؤكل، فهي يعني اسمده، الاسمده الدارجه بالسوق صحيح. كالسيوم. وفي عندنا مثلا الاشياء المتخصصه. اشكرك يعني حياك الله وتشرفنا بارك فيكم. الله فيك، يعني الله سعيدين خير في وكفيت ووفيت. الله يبارك فيك، وان شاء الله بنتشرف فيكم كل سنه احنا موجودين بارك هنا. الله في كرت حسسنا طبعا الحين هسه ما علينا بس انا هسه بسجل يلا. شكرا لك مهندس. حياك الله وشكرا لك شرفتنا اهلا وسهلا. الله يبارك فيك.